صباح الخير متابعيني، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وبأفضل حال. اليوم رجعنا فيديو. راح اشوفكم شوية من الترتيبات اللي سويتها بالمطبخ، يعني ترتيبات بسيطة. اول شي جبت هذا الرف الزجاجي. بصراحة رديت انه اخلي عليه خضار المتدلي، بس بصراحة ما لقيت بس الوان، يعني ما حبيت اجيب ورد الوان، لا حبيت انه فقط خضار. فان شاء الله اذا القى من اطلع للسوق اجيب. هنا أنا عندي هاي العلب الرمضانية اللي اشتريناها. هنا أنا طبعا غسلتها وراح أبدي أفرغ بيها يعني أمليها واحدة شكر وشاي وملح. هنا أنا غلفت سطح الكاونتر بهذا اللاصق، وهنا أنا خليت لاصق أبيض وهاي ويا الستارة الشفافة البيضة. حبيت إنه أجيب لون ستارة أبيض شفاف، يعني تول، يعني حبيت يعني، وهذا الشي ما حبيت إنه أجيبها يعني ألوان أو شغلات بيها. هنا أنا بديت أملي العلب، وطبعا هذا الفيديو مقتطف يعني كل يوم شغلة. يوم جبت يعني أشياء البهارات اللي محتاجتهم، كان عندي نواقص بيهم جبتهم، يعني كل ما نطلع يعني أو أتذكر شي أجيب. يعني مثلا الماجي، جبت كنافة، جبت كيس أجبان يعني كبير يفيدني يعني بالسمبوسة أو بالكنافة أو بالحلويات أو أي شغلات يعني دا أريد أسويها، يعني يكون تحت إيدي. طبعا احنا فرزنا البورق والكبب. طبعا اكو شغلات بعدني لحد الآن ما مكملتهم، يعني تعرفون يعني كل منو يعني أولويات، مثلا شغل ودراسة الأطفال، أو ما صار لنا مجال يعني. فإن شاء الله أحاول بهاليومين إنه أكمل باقي تحضيرات شهر رمضان، ولو إنه زوجي اقترح علي قال مثلا كل كم يوم ورا الفطور يعني واحد هم يطلع، هم يحرك نفسه ورا الفطور، تعرفون هو يصير خمول وكسل. فهنا أنا حاولت إنه أخليهم يعني بهالشكل، أو أحاول أرسم بغير يعني شكل، أشوف لحد ما يعني توصلت إلى يعني ترتيب أني حبيته. بالبداية كنت خليتهم على الكاونتر، وعندي هذا الفانوس هم راح أخليه بعدة أماكن حتى بعدين أستقر على مكان. تعرفون واحد يعني ينظم الكاونتر حسب أريحيته. طبعا شلت أنا العجانة وهمتين راح أشيل الغلاية حتى يظل عندي الكاونتر يعني مثل ما نقول فارغ، حتى تعرفون تحضيرات رمضان والشغل، فحتى أقدر إنه المكان يشعل الغراض. وهاي عندي هذني مثل حاملات الملاعق، أو انتو شو اللي حابينه يعني تخلون بيه كمزهرية. أنا هنا بصراحة حبيت أخلي بيهم الخواشيق أو السباتولا يعني مثل نقول الشمشة والهذني الأشياء نستخدمها بالمطبخ. حبيت شكلهم كلش يعني حلو. طبعا يعني من أغير شيء يعني أحب أخليه بعدة أماكن، يعني أشوف شنو اللي يرهم أو اللي يضبط لي، يعني يعني مو ما أستقر من أول مرة. انتو هماتين لو بالثانية. طبعا كل عام وانتم بخير، يا رب ينعاد عليكم بالصحة والعافية. يا رب يبلغكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم آمين. هنا أنا عندي هاي التحفية يعني مال القوري والهول، هون اي الهون الهاون. عندي هنا همتين هاي الكاسات مال الشوربة، وعندي هاي التمرية. آخر شي راح إنه أخلي فوق الرف، أخلي الملح والشكر والجاي أرتبهم يعني غير هذا الترتيب. بالبداية كنت مرتبة بهذا الشكل، من فوق مخلية المجات يعني مالت الشوربة والقوري هذا الصغير والملح والهاي جوا يعني مثل ما تشوفون. بعدين آخر شي راح أشوفون الترتيب يعني من غيرته.
أنا خليت الهون والزعرقونة. طبعا أنا البلاك كان موجود، أنا إحنا يعني ردت زوجي يسوي لي يعني تعرفون على مود الهاند بلندر أو العجان أو هذه الأشياء يعني أستخدمهم. هنا أنا جبت البهارات اللي محتاجة: توم، بابريكا، كاري، برياني، كركم وهيل. طبعا أنا عندي كمون، وعندي يعني عندي كم بهارات مثل ما تعرفون. أنا مو هواية يعني أستخدم البهارات، وطبعا هنا كل البهارات جايبتها باردة، يعني ما حتى بهارات البرياني ما جايبتها بيها حرورة. هنا عندي هاي العلبة مالت البابريكا، فرقت يعني القديم وراح أضيف جبتهم. طبعا بهارات البابريكا اللي بالعلبة زينة يعني تمام، بس هاي النوعية اللي جبتها يعني من العطار كانت يعني كلش أطيب من العلبة بصراحة. يعني حتى لونها شوية أغمق يعني، وريحتها ومذاقها كلش طيب. أنا خلينا البابريكا. عندي هاي العلبة المقابيلكم ومخلي بيها الكمون، الكركم يعني مثل ما تعرفون الكركم ينطي لون، فمخليتها بهذه العلبة. ودائما نخلي يمنا منشفة أو خاولي مبلل، حتى أي بهار أو شي يعني يوقع على الكاونتر نمسحه. وجبت بهار كبة هماتين. يعني كانت عندي شغلات يعني بسيطة نواقص، قلت أكمل بيها. طبعا ندخل العطار نحير على يا بهارات يعني نجيبه هاي، بس أنا يعني معظم يعني البهارات ما أستخدمها، يعني خاصة أكو بهارات يعني حارة فما أستخدمها بالأكل. هنا عندنا بهارات آه، برياني، وعندي بهارات كبة. جاي أحاول أميز بين الاثنين، الكبة والبرياني بهاراتهم يعني نفس اللون، وجاي أفرق بالريحة، جاي أشم يعني ريحتهم. حبايبي إذا وصلت لهاي المرحلة من الفيديو فلا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس للكل. طبعا أنا لا من جوزي لاغيته يعني من المطبخ، يعني أو أصلا يعني لا من جوزي من يدخل البيت، يعني ما أدخل البيت أبدا، يعني ما يحبون الدولمة الحامضة هذا الشي. الفلفل الأسود كنت قبل أدخله، هسه يعني ما أدخله، يعني بصراحة من أجيبه يظل عندي فترات كلش طويلة. تعرفون البهارات هم إلها يعني صلاحية وهم تخرب، وخاصة يعني فصل الصيف الحر والهذي، فيعني ما أستخدمه. فأني كنت أجيب لي الشطة والفلفل الأخضر الحار إذا أنه أريد لي أنا فقط إنه أنا أكل، بس البقية الأهل ما ياكلون. فقمت الأشياء اللي ما ياكلوها فما أجيبها، يعني حرامات أجيبها يعني يخرب وينذب. لا من دوزي ولا بهارات، أي بهارات حارة ما أجيبها، يعني أنا أكيد على عطار أقول له انطيني كلها باردة. ولا الفلفل الأسود، البابريكا باردة أجيبها يعني كل البهارات اللي أجيبهم باردة. وبهذا الشكل نكون كملنا يعني بهاراتنا، جهزنا مطبخنا. هنا أنا عندي جبت هاي الماجي. أنا همتين الماجي مو كلش هواي أستخدمه، يعني شغلات بسيطة للشوربة. هنا جبت بقري وجبت دجاج. طبعا راح نرتبهم هاي العلبة. يعني تعرفون الأشياء هاي الصغيرة بالجرار أو بالكاونتر يعني تبهذل وتسوي هوسة، فأحب دائما أرتبهم
بعلبة حتى يعني قدام عينهم ما ياخذون مكان. يعني أكثر شي ما أجي أنا أستخدمه يعني أكثر شي للشوربات يعني. طبعا البقوليات أنا كلها يعني عندي الحمد لله، عندي الفاصوليا طبعا يعني بالوجبة همتين، أنا عندي العدس المجروش، عندي اللوبيا الحمراء، عندي ماش. وجبت اليوم يعني جبت بالثلاث تصوير راح تشوفون نص كيلو من الحمص أخليه يعني للتشاريب أو الشغلات. أنا عندي هاي الكنافة. طبعا رديت البيضة بس ما كانت موجودة بالمحل، فقلت يلا خلي أجيب من هاي البرتقالية. هنا أنا عندي هاي يعني عجينة البورق أنا عندي الشرائح وعندي عجينة البقلاوة عندي يعني بالفريز، فقلت هاي يعني الاحتياط. وجبت هذا الكيس الكبير تقريبا كيلو 800، تقريبا كيلوين من الجبن. وطبعا قسمته إلى أقسام يعني بأكياس، يعني تعرفون ما أقدر أطلع الكيس كله أخليه يفك وأستخدمه، فسويته يعني على عدد الوجبات اللي أنا أحتاجهم، مثلا البيتزا أو الكنافة أو أي وصفة. أنا هذا عندي الحمص أكيد راح يعني أغسله وأسلقه يعني وأجهزه. وهنا طلعت سراحي وقلاصات رمضان. هنا عندي كاسات الكاستر أو المحلبي. وإني هاي المواعين طلعتها باللون الأزرق يا الصينية، أحب دايما برمضان أطلعهم. وهذا الترتيب يعني آخر شي يعني ما توصلت إليه. هنا أنا خليت البهارات يعني الملح والشكر والشاي على هذا الرف الزجاجي. وهنا أنا أكواب الشوربة. وحبيت هيجي تكون يعني الكاونتر فارغ ما بيه هواي شغلات. هنا أنا خليت الملاعق يعني الحمد لله رتبتهم بهذا الشكل. بقالي بس الطباخ يعني إن شاء الله بس أغلفه بالسيليفون. هنا أنا شلت طبعا فرش المطبخ، فرشته ذني يعني الدواسات الصغار. وهذا الركن الرمضاني البسيط مالتنا، لأن هذا الفانوس. وخليت المبخرة والقرآن الكريم والمصلايات. وهنا أنا ضفت يعني الكوشات على الركنة، يعني ما حبيت أزحم وأخلي شغلات هواية. وغيرت الكوشة مالت الركنة، خليت الفنانيس. وهذا تحضيراتنا لشهر رمضان أو ترتيباتنا. إن شاء الله يعجبكم الفيديو ما يكون طويل عليكم، وانتظرون إن شاء الله فيديوهات جديدة إن شاء الله خلال شهر رمضان المبارك. ينعاد عليكم بالصحة والعافية.